عليكم الغزالات، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. هذه شحال ما طلعتش عليكم بشي فيديو. في الاول بغيت نقول لكم شكرا لكم كاملين البنات اللي تعرفت عليهم في اليوتيوب وسولوا عليا. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف ديال القنوات. عالم خديجه، خالشه فارس نسيت شويه على اليوتيوب، حسناء هديل، ألف فكره، ألف واحد فكره، مروه. المهم كنقول لكم كلكم شكرا لكم بزاف 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 الصراحه ديال البنات. سمحوا لي، عالم حنان، لا عالم ماما حنان. المهم بزاف ديال البنات اللي سولوا فيا عالم طبخ فاتي. المهم اللي زوين صراحه البنات في هذا اليوتيوب انك كتعرفي على الناس من بزاف ديال البلدان، وكتعرفي على ثقافات بزاف، وكتعرفي حتى على بحال شكل خواتات يعني كنوليو. المهم البنات كنقول لكم شكرا. وبزاف ديال الاخوات اللي جاو كيسولوني بزاف في الفيديو ديال مربيه الاطفال، كنقول لكم ان شاء الله غادي نعاود ندير لكم فيديوهات اخرين. المهم انا حاولت نجاوب بزاف ديال الاسئله اللي جاوني، كنجاوب اللي قدرت عليه، اللي ما قدرتش ما جاوبتش ان شاء الله، حيت كاين شي اسئله اللي كخصك تجاوبي عليهم بفيديو باش يفهموا البنات اكثر. المهم كنقول لكم شكرا. وبالنسبه للبنات اللي اول مره غيطيحوا في هذا الفيديو، انا معكم قناه فلوغ رشا فلوغ. المهم كنت كندير اليوتيوب وتغيبت هذه مده وقيله واحد 7 شهور ولا 8 شهور. ظروف، كان عندي ظروف، يعني واحد الظروف اللي زوينه في حياتي، انني يعني وليت لطفل ثالث من بعد. يعني انا ديجا عندي وليد وبنيه، ولا يحفظهم لي يحفظ لكم وليداتكم كاملين. ويعني وليت لطفل واحد اخر. ومهم من بعد يعني 12 سنه عاد وليت وكتعرفوا يعني كتبدل لك حياتك، كيتبدل لك، خصوصا ان البنات اللي متابعيني كيعرفوا بلي انني خدامه مربيه اطفال. يعني فاش حملت يعني كنت مضطره انني نخدم. انتم عارفين الخدمه كيكون عندها شروطها، يعني كضطري تحترمي هذاك القوانين وتحترمي هذاك الشيء اللي كاين. المهم راكم عارفين البنات، الخدمه والوليدات والحياه والحباله والوحم، و12 سنه من بعد، اولا 12 سنه وزيد، يعني تقريبا حتى 13 سنه. يعني ما بين، يعني انا ولدت، يعني دابا راه الفرق ما بين ولدي اللي ولدت الاخر وختو 13 سنه ماشي سهله. كيكونوا بزاف ديال الحاجات تبدلوا عليك، وهذاك الشيء اللي خلاني انني انا ما نكملش في الفيديوهات ديال اليوتيوب، رغم انني الصراحه انا كيعجبني هذا الشيء وهوايه ديالي. وكنت كنفرح ملي كنتقاسم مع البنات فيديوهات، وكنتقاسم معكم يعني شي حاجات خفاف ديال الطبخ. انتم عارفين كاي كاي سيده. مهم البنات، هاد الهضره الصراحه بزاف ديال البنات اللي في الغربه يقدروا يفهموني، سيرتو البنات اللي كيكونوا متغربين، ما كتكونش عندك متنفس يعني من غير الخدمه ووليداتك. هاد لي ريزو سوسيو فادونا. انا شخصيا يعني بزاف الحاجات تعرفت على ناس، بنات من الايطالي، من الاسبان، من لا سويس، من المغرب، يعني بزاف ديال البنات اللي تعرفت عليهم عن طريق هذه القناه. وصافي بليزير، يعني كت كما كنقولوا كتوانسي بها، كتوانسي بهذه القناه. داكشي علاش انا البنات واخا غبت هذه المده كامله، الصراحه جاتني واحد اللحظه صافي قلت غادي نسد القناه. والله الا كنت قلت غنمسح كاع الفيديوهات ونسد القناه، لان انا القناه ديالي اصلا زعما ماشي كبيره بزاف. واخا هكاك بقات فيا، لانني البنات اللي كيديروا اليوتيوب واللي قناه مبتدئات بحال القناه ديالي هما اللي غيفهموا هذا الشيء. واخا كتكون عندك غير قناه صغيره البنات، يعني كتعذبي بزاف عليها، لان الشروط ديال اليوتيوب صعيبه. باش كتقبل لك يعني القناه كيخصك تجمعي 4000 ساعه ديال المشاهده، كيخصك المهم بزاف ديال الشروط اللي صعيبه الصراحه على القنوات المبتدئات. وهكاك يعني بنادم كيتقاتل باش يقبل له اليوتيوب هذيك القناه ديالو، يعني ماشي سهله. وداك الشيء علاش انا كيعجبني كما قلت لكم، يعني كيعجبني بزاف انني ندير الفيديوهات. يعني كنت كما نقولوا، راكم عارفين الغربه شنو فيها كتكوني خدامه، عندك وليداتك دارك، ومن كتكون ما عندك ما يدار كتخرجي يعني
كتخرجي مع وليداتك اولا في الوقت ديالك انت كتخرجي في مغازه اولا جريده. المهم هادشي اللي كاين. شنو غادي ديري اخر؟ ما عندك لا عائله لا حتى شي حاجه. الحمد لله يعني عندي صحاباتي، عندي اختي الحمد لله، عندي العائله ديال الزوج ديالي. ولكن كيف ما كان الحال ماشي كي بحال البلاد ديالك، دائما كتبقى شي حاجه ناقصه. داكشي قلت لكم البنات. يعني كانت هاد القناه هذه واحد الهوايه لان كتعجبني وكيعجبني نتقاسم معكم الفيديوهات دياولي البساط اللي هما بساط، ولكن كاينين شي بنات اللي استفدوا منهم. شي حاجه ديال الطبخ، شي حاجه الحياه اليوميه. كنت كنتقاسم معكم تخرجات هكا ديزاستيس هكا في المغازات، وتقاسمت معكم تجربتي في الخدمه ديالي اللي بصح صراحه الفيديو اللي درت على مربيه الاطفال عندي 2 او 3 ديال الفيديوهات، وهما الصراحه اللي كيجيوني عليهم بزاف ديال التعاليق وبزاف ديال الاسئله. يعني كنحس انهم فادوا شي اخوات. داكشي علاش البنات قررت انني غادي نرجع مره اخرى ان شاء الله. كنت خليت لكم واحد البوست وقلت لكم قريبا غادي نرجع ندير لكم فيديوهات على القناه ديالي. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. انا الحمد لله كما قلت لكم يعني كانت واحد الفتره صعيبه اللي دوز منها. هي فتره زوينه وفي نفس الوقت صعيبه، لان انك تكوني حامله وتعطي الحياه للوليد ماشي سهله، ولكن في نفس الوقت يعني راكم عارفين كتمري بالمرض وكتمري بالولاده، كتمري بالتربيه. وانا صراحه الاولويه عندي اول حاجه في حياتي كتبقى هي وليداتي. يعني داكشي علاش في داك الوقت يعني قررت انني نحبس الفيديوهات، نحبس اليوتيوب، حبست كلشي باش نتكونسونطرا على راسي وعلى وليدي، على رضاعه وليدي. المهم بزاف الحاجات من هذا الشيء. المهم البنات هذا الفيديو جيت غير كنهضر لكم فيه باش نشرح لكم. ما جاتنيش صراحه انني نجي وندير فيديو هكا عادي كأن ما كاين والو ونطلق فيديو فلوغ او وصفه او بغيت انني نشرح لكم علاش ما كنتش وشنو السبب. السبب كان زوين كما قلت لكم الحمد لله. زاد عندي وليد، الله يخليه ليا ويخلي لكم وليداتكم، والله يعطي لاي اخت بغات تولد الوليدات، والله يرزقنا الاهم في كل شيء الذريه الصالحه. كما قلت لكم دابا انا ان شاء الله غادي نرجع نطلع لكم مره اخرى. بالنسبه للاخوات كما قلت لكم اللي سولوني بعض الاسئله وما قدرتش نجاوب، سمحوا لي ان شاء الله بشويه غادي ندير لكم فيديوهات. دابا راه العطله، انا باقا عطله يعني باقا ما رجعتش للخدمه. غادي نهبط ان شاء الله للمغرب باش العائله نعرفهم على الوليد ديالي، لان الصيف اللي فات ما هبطتش للمغرب. كانت ستي هذيك هي البيريود اللي حملت فيها ولاكم عارفين اللوحم وداك الشيء. دابا ان شاء الله غنحاول نشارك معكم فلوغات فيديوهات. كنتمنى حتى نتوما تشجعوني وباش نحاول انني نستمر، لان صراحه البنات فاش كاين الفيديو ديالنا حنا اللي كنبغيو نديرو اليوتيوب داكشي فاش كتشوفي الفيديو عجب الناس وشافوه كتعطيك قوه انك تنوضي وديري فيديو اخر. لحقاش صراحه البنات ماشي سهل انك ديري فيديو والله، لا خصوصا اليوتيوب الفيديوهات ديالهم طوال وخص المونتاج وخص بزاف الحاجات. ماشي بحال تيك توك كتحطي يعني كتقدي تصوري فيديو تلونسيه ديك الساعه. اليوتيوب الصراحه ماشي سهل. داكشي علاش حاولوا انكم تشجعوا القنوات المبتدئه، وكنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. والبنات اللي سولوا عليا كنقول لكم مره اخرى شكرا لكم بزاف. واللي نسيت ما جبتوش في هذا الفيديو تسمح لي، والله هذا الفيديو شعلت التليفون وصورته هكا ما وجدتوش يعني من القلب. ما وجدت فيه حتى حاجه باش نعقل يعني على الاسماء. كانوا بزاف ديال البنات اللي صراحه تعرفت عليهم في هذا اليوتيوب كنقول لهم منا شكرا صراحه. مساكن كانوا مره كيسولوا عليا، كنقول لكم شكرا. وكنتمنى ان الفيديوهات الجايه تكونوا تتسناوها بخير وعلى خير. ولا بغيتوني ندير لكم شي فيديوهات شي فيديو مهم اللي بغيتو كتبوا لي مثلا على تجربتي كيفاش دازت على اي حاجه يعني كما قلت لكم نشاركها معكم. ومن تما كنقول لكم مع السلامه. كنتمنى هذا الفيديو ديالي تلاقاكم على خير وبخير. مع السلامه. كانت معكم قناه رشا فلوغ. الى اللقاء، الى الفيديو المقبل باذن الله. باي باي عليكم.